تفاصيل مقتل طالب سعودي يدعى محمد يوسف القاسم في بريطانيا. تعالوا مع حضراتكم نشوف كده ايه اللي حصل. بس في الاول كده لايك للفيديو، اشتركوا وفعل الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. وقبل ده كله هنصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. نشرت وسائل اعلام سعودية رسمية مساء اليوم الاحد 3 اغسطس 2025 تفاصيل مقتل طالب سعودي يدعى محمد يوسف القسام في مدينة لندن بدولة بريطانيا. وانتشر نبأ مقتل الطالب السعودي محمد يوسف القسام في بريطانيا كالنار في الهشيم على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. في وقت ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة التفاصيل الدقيقة لمقتله في مدينة لندن، حيث تصدرت مختلف منصات التواصل الاجتماعي وسط مطالبات سعودية بضرورة معرفة التفاصيل الدقيقة لمقتل الطالب محمد يوسف في مدينة لندن في بريطانيا. واستنكر عدد كبير من المغردين في السعودية حادثة مقتل الطالب محمد يوسف، إذ من المتوقع أن يصل جثمانه إلى الأراضي السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة. كشفت بعض من تفاصيل مقتل الطالب السعودي محمد يوسف في مدينة لندن، مبينا أن الطالب تعرض للطعن مساء يوم الجمعة الماضي في حديثه عن جنوب مدينة كامبريدج. وأوضح أن الشرطة البريطانية ألقت القبض على رجلين 21 عاما و50 عاما للاشتباه بتورطهما في الحادث، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الجريمة. وإن الطالب محمد تعرض لطعنة قاتلة في رقبته أثناء عودته إلى مقر سكنه عند الساعة 11:30 مساء يوم الجمعة، مما أدى إلى وفاته في الحال. وأعلنت السلطات البريطانية القبض على الرجلين كما ذكرت لحضراتكم بتورطهما في الجريمة، وإن هو كان بيدرس في معاهد اللغة في كامبريدج. وتواصلت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة. ربنا يا رب يكشف الحقيقة وربنا يصبر أهله، اللهم أمين يا رب. انتهى الفيديو مع حضراتكم ومع السلامة.